تعتمد الواحات البحرية على الزراعة، البلح والزيتون أساسي طبعا. وغالبا هي من أكثر الواحات موجود فيها نخلة، بنتكلم في تقريبا ما يقرب من 5 مليون نخلة. الحاجة التانية اللي بتعتمد عليها الواحات البحرية السياحة. من أوائل الناس اللي اشتغلت في مجال السفاري أو الصحراء أهل الواحات البحرية كانوا أدلة وكانوا سواقين قبل ما يتعمل أسفلت أساساً. فالخبرة دي أخذناها من الناس الكبيرة يعني. الناس اللي اتعلمنا منها دي كانت بتطلع الصحراء من زمان، ما كانش فيه سياحة في الواحات البحرية، بس هم كانوا بيطلعوا رحلات استكشافية مع شركات بترول ومع الدكتور فاروق الباز، لأنه كان له باع كبير في الاستكشاف في الصحراء البيضاء. الرحلات الاستكشافية دي كانت في الصحراء الغربية عموما، يعني من الواحات للحدود الليبية ببحر الملح، عارفها وبالفطرة، مش التكنولوجيا اللي اتعلمناها كمان اليومين دول. بقت المواضيع أسهل، كان بيعلم بالجبال بالنجوم، بس بعد كده مع الوقت بقت رحلات، والناس دي هي اللي فتحت لنا الطريق، وكان لنا الحظ إن احنا نشتغل معاهم في مجال السياحة. في البداية الناس ما كانتش عارفة إن في حاجات في الصحراء ممكن نبوظها، بس مع الوقت والتدريب عرفنا إن لا، ما ينفعش إن أنا أسوق في الصحراء في أي مكان، عشان ممكن ببوظ حاجة من ملايين السنين. وابتدينا في منطقة زي الصحراء البيضاء نعمل تركات. مش المفروض الناس تسيب الترك وتطلع بره الطريق اللي هو معمول إن أنا أحافظ بيه على طبيعة الصحراء والتكوينات الجيولوجية الموجودة في الصحراء. الواحات بحكم ان هم عايشين في الصحراء وطبيعه الواحات نفسها، فالدليل او السواق الصحراوي من الواحات البحريه من اكفأ الناس، لان دي حاجه يتعلمها من طبيعه الارض. يعني هو مش سواق بس، كمان هو سواق وميكانيكي وطباخ، يعني فنان بيرسم لوحه فنيه على طريقته هو في الصحراء. الحاجة التانية عارفين اتجاه الريح جاي منين، الكثبان الرملية بتغير فين وتعمل سيوف غرود، أو الغرد نفسه بيمتد كام متر في السنة، ممكن يكون الغرد قاطع في مكان تاني غير اللي أنا فيه ده. فهو مع الخبرة والصحراء دي حاجة مش بيعملوها للشغل بس، يعني أحيانا لو ما فيش سياحة زي شهور الصيف مثلا، فبنطلع إحنا كمجموعة مع بعض نستكشف ونشوف. يعني كل رحلة وكل وقت لسه بنتعلم من الصحراء. فالصحراء مدرسة كبيرة ما بتخلصش.